السلام عليكم ورحمة الله. أنا نرجس. قبل ما نبحروا في الأحداث ديال القصة، تأكد أنك عامل اشتراك للقناة وعامل جرس التنبيهات باش توصل بجديد الفيديوهات والقصص. ودابا نخليكم تعيشوا معايا الأحداث ديال القصة ونقولوا بسم الله. صاحبة القصة كتقول: أنا آية، أفغانية، ولكن اتولدت وعشت حياتي كاملة في السعودية، وبالضبط في المدينة المنورة. وملي عقلت على راسي أنا وخواتاتي وحنا عايشين فيها، وعمري تخيلت شي نهار نخرجوا منها. وبا كان كيخدم في واحد المصنع، وكنا عايشين حياتنا في أحسن ما يكون. ولكن دوام الحال من المحال، حيتاش المصنع اللي كان كيخدم فيه با جاه إفلاس، وصافي جراو على الموظفين اللي كانوا خدامين فيه كاملين. ومن ضمن هاد الخدامة كان با. ومن نهار اللي جلس با من الخدمة، حياتنا تقلبت راسها على رجلها، حتى شي حاجة ما بقات هي هاديك. دوزنا ظروف اللي كانت صعيبة بزاف بزاف بزاف. با حاول انه يجبر خدمة، ولكن الصراحة ما جبرش، حيتاش ما كانت عنده حتى شي صنعة وحدة اخرى. وماما مسكينة اضطرت انها غادي تبقى تخدم في الديور ديال الناس، زعما هيدا خدامة عاملة بيوت باش تقدر تجيب ديك القوت اليومي ونجبرو حنايا ما نصرفو. ولكن هادشي الصراحة ما فاد حتى بشي حاجة، وبالعكس زادت الامور السوء كتر وكتر، حيتاش صافي با ما قدرش يزيد يتحمل كتر وكتر. حتى المصاريف تزادت، وفوق هادشي كامل حنا كاملين بينا غير بنات في الدار، وبا هو الراجل الوحيد اللي كاين معانا. ومن بعد ما بقى با كيفكر بزاف لمده طويله، صافي قرر باش غادي يرجع لبلادو واللي هي افغانستان. وقال هذا هو القرار الافضل لنا، حيت هو صافي مابقاش يقدر يخلص المصاريف ديال الدار. انا وخواتاتي ملي سمعنا هذا الخبر الصراحه ما استوعبناش وتصدمنا. من الاساس حنا اصلا ما كناش كنتخيلوا راسنا انه غادي يجي شي نهار ونسكنوا بعيدين على المدينه المنوره، بقى غير نخرجوا من السعوديه كامله. وفوق هذا كامل، انا وخواتاتي ما كناش كنعرفوا حتى شي حاجه على افغانستان، وما عرفتش اذا مشينا تما فين غادي نجلسوا، مع من غادي نبقاو، وكيفاش غادي تكون حياتنا. وسقسينا با، قلنا له اذا مشينا تما عند بن غادي نبقاو؟ قال غادي نمشيو للدار ديال جدو اللي هو جدو ديال با. وانا الصراحه عمري سمعت عليه شي حاجه، ولكن هو الشخص الوحيد اللي كان باقي من العائله ديالو. اما بالنسبه لماما فحتى هي كانت فحالنا، تولدت وعاشت حياتها كامله في السعوديه، وعمرها مشات من افغانستان. ملي عقلت على راسها، المهم بقى لنا صافي غير وجدوا راسكم، حيت هذا هو الاسبوع الاخراني عندنا هنايا. واذا خرجوا منا دابا ما غاديش ترجعوا لا الا للحج ولا للعمره. وفعلا بدينا كنوجدوا راسنا، وكنودعوا صحابتنا اللي عشنا معاهم حياتنا كامله. وهذا الاسبوع داز حزين بزاف لدرجه اننا كنا كل نهار كنتجمعوا كنبقاو نبكيو. حتى جا الموعد ديال الرحله ديالنا لافغانستان، وركبنا في الطوموبيل وتوجهنا للمطار، وحنا كنبكيو. وحتى با هذاك النهار من قوه الحزن اللي كان كيحس به بقى كيبكي معانا. ولكن من بعد بقى كيصبرنا وقالنا صافي قدر الله ما شاء فعل، لعله خير، وهادشي هو اللي مكتب لنا الله. ومن بعد ما سمعنا الهضره ديالو صافي تقبلنا وقلنا الحمد لله على كل حال. ولكن انا حتى لهاد اللحظه ما مستوعباش باللي صافي غادي نخرج من السعوديه، والوقت كامل وانا غير كنفكر في الحياه في افغانستان غير كيفاش غادي تكون. المهم ركبنا في الطياره وتوجهنا للمطار ديال افغانستان، وملي وصلنا نزلنا في واحد المطار كيقولوا له كابل، وبقينا كنستناو فيه 6 ديال الساعات حتى جا جدو ديال با. وفحال اللي قلت لكم هو الوحيد اللي كان كيعرفو في افغانستان. وصل جدو ديال با وركبنا معاه في واحد الطوموبيل اللي صغيره بزاف، كاملين بينا شي فوق شي، وبقينا ماشيين وحنا على هذا الحاله تقريبا 4 ديال الساعات. وكنا كنمشيو في واحد الطريق غريب وعجيب، وماشيين في نفس الاتجاه. ومن بعد ما قطعنا النص ديال المسافه تقريبا، بقات كتنزل الشتا بقوه بزاف، والطرقان تغلقوا بالماء. جدو ديال با وقف الطوموبيل في واحد الاتجاه وتسنى حتى توقف الشتا، عاد كنقدروا نكملوا الرحله ديالنا. من بعد ساعه تقريبا وقفت الشتا، وكملنا الطريق ديالنا. وصلنا لواحد القريه اسمها بهارك. طبعا حنا وصلنا بالليل،
عليها ما شفناش المناظر ديال هاد القرية. المهم ملي وصلنا مشينا للدار ديال جدو ديال با. الدار كانت صغيرة بزاف، هي اصلا عبارة على بيت، وهذاك البيت فيه كوزينة وكاينه حمام. اعزكم الله، كان صغير بزاف، يعني حنا كاملين بينا ما غاديش نتسعوا فيه. فقالنا جدو ديال با نتوما نعسوا في البيت مع بعضياتكم، وانا وباك غادي نعسوا في الطوموبيل حتى الصباح ونشوفوا الحل ان شاء الله. داكشي اللي عملنا. ميم خوتي كاملين نعسو هما وماما، ولكن انا الليله كامله وانا كنفكر في حياتي هنا، وهاد الارض اللي جينا لها، وكيفاش غادي نقدروا نعيشوا، وكيفاش غادي نتاقلموا، وبزاف ديال الاسئله كيجيو لي فراسي. غطيت وجهي وبقيت كنبكي الليله كامله، ما قدرتش ننعس. المهم اللي صباح الصباح فقنا، ابا وجدو مشاو يفتشوا لنا على الدار اللي غادي نسكنوا فيها. انا وخواتاتي بقينا في الدار. انا بقيت كنسمع واحد الصوت ديال فحال الماء كيتهرق، كان قريب هذاك الصوت بزاف من الدار. وبقيت ماشيه وكنحاول نوصل لهداك الصوت اللي كنسمع. انا كنقرب وهداك الصوت كيتزاد. خرجت من الباب ديال الدار ورجعت مور الدار، وانا نتفاجأ بواحد المنظر اللي كيفتن. عمري في حياتي تخيلت راسي غادي نشوف شي منظر فحال هذا. مشيت كنجري عند خواتاتي وعيطت لهم وقلت لهم يجيو. جاو حتى هما تصدموا في حالي وكثر. منظر ما عمرنا شفناه في حياتنا. الدار ديال جدي موراها كاين واحد الواد كبير، وهذاك الماء اللي كيهود في ديك الواد صافي بحال الذهب كيلمع. كنا كنشوفوا هاد المناظر غير في التلفازه ولا في التليفونات، ولكن عمري تخيلت بلي انا غادي نقدر شي نهار نزور شي بلاصه فحال هادي اولا نسكن فيها. اختي سميرة قالت الحمد لله ان ربي عوضنا بحاجه مزيونه فحال هادي، حيتاش فعلا هاد القريه كانت مزيونه بزاف لدرجه انني دعيت وقلت ان شاء الله عمرنا نرجعوا للسعوديه. المهم في نفس الوقت اللي حنا كنا باقيين جالسين كنكتشفوا هذوك البلايص، جابا وجدو وقالوا لنا بلي هما صافي جبروا الدار اللي غادي نسكنوا فيها. قالوا لنا دخلوا حزوا حوايجكم باش نمشيو ليله، واصلا هي قريبه من هنايا ماشي بعيده بزاف، وحنا غادي نمشيو غير على رجلانا. الصراحه انا فرحت بزاف ملي قال بلي الدار قريبه مننا، يعني هاد المناظر اللي شفناهم اليوم غادي نبقى نشوفهم انا يوميا، وغادي نعيشوا في هاد البلاصه اللي كتحمق الصراحه. المهم دخلنا هزينا حويجاتنا ومشينا واحد المسافه اللي قصيره، وصلنا للدار. صراحة ملي شفت الدار خلعتني، وشفت صبا واحد الشوفات وقلت له واش متأكد هاد الدار غادي تصلح لنا نسكنوا فيها؟ قال لي يا بنتي صراحة ما جبرناشي، ولكن ما تخافش ما تديش على المنظر ديالها، ها احنا غادي نقيوها وغادي تشوف كيفاش غادي ترجع. المشكل ان هاد الدار كان الموقع ديالها حسن من الموقع ديال الدار ديال جدي. كانت عندها واحد المساحه خضراء كبيره، وهنايا بقيرات كيرعاو، كان الغنيمات اخرين كيرعاو في واحد البلاصه اخرى. الواد هود من هيدا والشجر. المهم هذيك الدار جا المنظر ديالها غزال كيحمق. المشكل الوحيد هو كان في الدار بحد ذاتها، كانت مكرفصه وكامله مهرسه، وباين انها كانت وقعت شي حريقه كبيره فيها، حيتاش كانت محروقه بزاف من داخل ومن برا. المهم صافي انا سمعت الهضره ديال با، ونزلنا الحوايج ديالنا بعيد على الدار حيتاش اصلا الدار كانت كامله مكرفصه. ودخلنا انا وماما واختي فاطمه بقينا في السفلي، وخواتاتي اخرين طلعوا مع با الطبقه اللي فوق منا، حيت هي اصلا الدار كانوا فيها جوج ديال الطبقات، باش كل واحد غادي نتعاونوا وكل واحد غادي ينظف واحد الطبقه. المهم بدينا. انا بديت كنظف واحد الغرفه، واختي فاطمه دخلت لواحد الغرفه وحدايا اخرى، وماما حتى هي دخلت لواحد الغرفه اخرى هي كانوا فيها بزاف ديال البيوت. شويه وانا كنشوف واحد القط كحال 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 كيخلع خارج من البيت اللي فيه اختي فاطمه. انا مشيت كنجري عند اختي فاطمه قلت لها ما شفتيش ديك القط اللي خرج من عندك من هنايا من البيت؟ قالت لي شفته ونعطيت له واحد الدقه بالشطابه وخرج. بقينا كنضحكوا صافي وكملنا الشغل ديالنا عادي فحال اللي ما وقع والو. المهم سالينا التنظيف ديال البيوت كاملين ونقيناها كامله بالدروج بكل شيء، بقاو غير الحمامات صافي ودزنا حتى هما باش نسكسوا عليهم.
المهم بدينا كنخملوهم وكنسيقوهم، غير واحد الحمام هو اللي ما بغاش يتفتح لنا. عيطنا نبا وقلنا له باش يفتحو، بقى معاه حتى تفتح بصعوبة، بحال هو هاد الفترة هادي كاملة ما كانش يتفتح، وكان بحال ديك المسامر ديالو تدرا وما كانش يبغى مرة. المشكلة والصدمة الكبيرة هنا هو أن ملي فتح هاد الدوتشة أو هاد الحمام، خرج منا ديك القط الأسود اللي أنا شفته خارج قبيلة. وهذاك القط اللي شفته خارج هو كان صافي راه خرج على الباب ديال الزنقة. يعني كيفاش رجع دخلنا هاد الطواليت هذا أو الحمام وخرج منه، مع العلم أن هاد الحمام كان مشدود من فترة طويلة، وأصلا هو ما عنده حتى شي فتحة أخرى اللي يقدر يدخل منه. أنا تصدمت وخفت في نفس الوقت. قلت له نبا بلي هاد القط انا متاكده شفته خرج قبيله من الدار، كيفاش قدر يرجع يدخلنا الحمام؟ با قال لي يا بنتي بلي هاد المنطقه اللي ساكنين فيها بزاف ديال القطط فحال هيدا، يعني عادي نشوفوهم بزاف، وهذا غالبا ما غاديش يكون هو، غادي يكون شي واحد اخر، فبلا ما تبقى تعمل بالك معاهم. صافي انا قلت يمكن. صافي وكملنا الشغل ديالنا، حكيناهم سيقناهم. الصراحة واخا درت سيقات وتنظفت وكل شي، ولكن كانت باينة انها بقى مكرفسة، حيتاش الحيوطة كانوا محروقين، كان ولا بد انها تطلى باش يبان اللون ديالها. اما بالنسبة لواحد الحمام فكان محروق بزاف، بحال العافية النهار اللي كانت غادي تشعل بدات منه، يعني محروق مزيان. صافي بقى لنا دابا بركة عليكم مشيو ترتاحوا. اصلا دابا العشيه ونتوما قايلين كضربوا تماره، وان شاء الله غدا غادي نمشي لواحد المنطقه واحده اخرى باش نجيب منها الصبيغه ونصبغوا الدار، حيتاش المنطقه اللي حنا ساكنين فيها حاليا ما كاين حتى شي واحد اللي كيبيع هاد المواد ديال الطلاوات شي هذا. صافي مشينا، كل واحد شبر البيت ديالو ومشى يرتاح. انا نعست بلا ما نفطن براسي، طيحت على الوقفه ديالي بقوه ما كنت عيانه. الصراحه عينا بزاف من هذاك الشيء اللي عملنا نهار كامل. فقت مع 10 د الليل تقريبا، وكنت محتاجه غير باش نمشي للحمام. مشيت وانا راجعه لبيتي، دوزت من حدا البيت ديال اختي فاطمه، وانا نسمع بحال كتهضر مع شي واحد، بحال كتضحك مع شي واحد. استغربت، قلت مع من كتهضر في هاد الساعه؟ فتحت عليها ببيت، دخلت، كنتفاجأ باللي هي اصلا في بلاصتها وناعسه وحتى الضوان مطفيين، يعني ما كاينش شي حاجه كتدل على انها كانت كتهضر ولا كتضحك مع شي واحد. ما فهمت والو، وباش نتاكد قربت ليلى وفيقتها، هيدا باش نعرف واش انا كيتهيأ لي ولا هي طفت الضو فجأة، ما عرفتش. ملي فيقتها قالت لي تينا واقيلا راه ضربك حمار الليل ولا فيك الوسواس، مشيت نعس وخلينا نرتاحوا. خرجت من تماك وانا ما فاهمه حتى شي حاجه. دخلت نبيت ديالي باش غادي نكمل النعاس ديالي، كنتفاجأ باللي القط اللي كنت شفت جبرته في البيت ديالي واقف وكيشوف فيا. في عوض ما نخرجو وندخل انا خليته وهربت بقوه ما خفت بزاف منه. رجعت ومشيت كنجري نبيت ديال اختي فاطمه ونعست معاها، دخلت حداها ونعست. في الصباح فقت ونسيت الموضوع اصلا، حتى شويه ويجي عنا اختي سميره، قالت لنا انا البارح ما نعستش مزيان، والصراحه حلمت واحد الحلمه اللي خايبه بزاف وخلعتني. قلنا لها ياك لاباس شنو حلمتي؟ قالت لنا باللي حلمت ان هاد الدار هادي كانت مشدوده كامله وشراجم وبيبان كلشي ديالها مشدود، وكانت شاعله فيها العافيه، واللي في الدار كاملين ماتوا، بقيت غير انا وتينا آية، بقينا غير كنشوفو فيها. جات فاطمه قالت لنا نوضوا خليونا من هذا التشاؤم اللي فيكم، هذه اللي تقول لي سمعتك كتضحك، هذه اللي تقول شافت القط، هذه اللي تقول عندكم شنو واقع لكم، سميوا الله ونوضوا تقضيو الشغل ديالكم. المهم صافي نسينا الموضوع وصافي ونوضنا نقضيو الشغل ديالنا في حال قالت فاطمه. ويم شويه وانا كنشوف با وجدو ماجين وجابوا السطوله ديال الطلا اللي قالنا البارح، عطانا كل وحده فينا عطاها سطل، وقال باللي كل وحده تكلف بالبيت ديالها، واللي برا الدروج وديك الشيء هو اللي غادي يتكلف به. انا ساليت هي الاولانيه، وقلت بما انه باقي ما سالاو غادي نمشي لهاديك الدوتشه اولا طواليط اعزكم الله وغادي نطليها.
المهم ملي مشيت ليلى يلاه بديت باش غادي نبغي نطليها، وانا كنرد البال باللي في الحيط كاينه واحد الرسمه. ديك الرسمه فيها عائله مكونه من 5 ديال الاشخاص، كاينه وليدات والاب والام، وفي الارض كانوا طايحين واحد السنان، وديك السنان ديال الانسان. خلعوني الصراحه بزاف، ومشيت كنجري وعيطت نبا، قلت له اجي تشوف هذا الشيء. ملي جا هو بيدو بحال اللي تفاجأ بديك الشيء اللي شاف وخاف، مشى كيجري عند جدي وجابو. ملي جا جدي قالو العجب، انا هاد الدار حياتي كامله وانا عايش هنايا، وعمري شفت شي واحد سكن فيها. تقريبا 100 عام وانا هنايا في هاد القريه، حتى شي عائله ولا شي واحد عمره سكن في هاد الدار. وهي صافي خلاونا وخرجوا، ومشاو كيسقسيو الناس ديال المنطقه كاملين. الناس كاملين ديال المنطقه قالوا نفس الهضره، باللي ما عمرهم شافوا شي ناس سكنوا في هاد الدار الا واحد المراه كبيره في السن، غادي يكون العمر ديالها 90 او 100 سنه او اكثر. قالت باللي قبل 80 او 90 عام هاد الدار اللي حنا عايشين فيها كانت الدار ديال الايتام، وكانوا كيعيشوا فيها بزاف ديال الاطفال. واحد النهار وقع فيها واحد الحارق، وديك الحارق كان كبير بزاف بزاف. ولكن هادوك الناس اللي كانوا في وسط الدار ديال الايتام كاملين بهم خرجوهم، اطفال والناس اللي كيقابلوا كل شيء، حتى شي واحد ما وقعت له شي حاجه، خرجوا احياء يرزقون ما وقعت لهم حتى شي حاجه. ومن مور هاد الحادثه الدار ديال الايتام تشدت، وما عمر شي واحد زاد فتحها، حتى مؤخرا عاد عرضوها للبيع. جاب قال لي ايوا صافي هاد السنان اللي كاينين هنايا غيكونوا ديال شي طفل يتيم. ملي وقعت هذيك الحادثه علم الله به شنو وقع له، واش طاح ولا تحرق ولا الله اعلم شنو وقع له. المهم قلت له خلينا من السنن، وهاد الرسمه اللي كاينه هنايا في الحيط قال لي هادي ضروري غيكون شي واحد رسمه من هادوك الاطفال اللي كانوا هنايا. المهم صافي ما زيدتش سقسيتو، قلت ممكن. هزيت الطلا وبقينا كنطليو، سالينا الطلا ديال الدار كامله وصافي، وكل واحد مشى نبيزو. الصراحه بيني وبينكم انا ما ارتحتش من الموضوع، وحسيت باللي شي حاجه ماشي هي هذيك في هذا الدار. حاولت نبين لهم ونفهمهم ان شي حاجه ماشي هي ديك في هذا الدار، ولكن هما ما تاقوش بيا. ومن بعد ما دازت يومين على هاد الشي، وتحديدا مور العشاء، كنت خرجت من الحمام ومشان بيتي وانا سمع الصوت ديال الضحك والهضره في البيت ديال اختي فاطمه، بحكم انها جاب بيت ديالها قدام ديالي. انا ديك الساعه فتحت الباب ودخلت. الصراحه تفاجأت، جبرت باللي ما كاينه حتى شي حاجه، واختي ناعسه في بلاصه ديالها وما كاينه والو، واصلا حتى الديوان مطفيين، وما كاينه حتى شي حاجه كتدل باللي هي كانت كتهضر اولا كتضحك مع شي واحد. وباش نتاكد مشيت عندها وفيقتها، وقلت لها واش تينا كنتي كتضحك اولا كتهضر مع شي واحد؟ قالت لي واش تينا مريضه في عقلك ولا شني؟ كيفاش كنضحك وانا ناعسه؟ انا قلت لها والله العظيم الا سمعتك كنتي كتضحك. شافت فيا وقالت لي تينا واقيله فيك الوسواس، وخرجتني من البيت ديالها وسدت عليها الباب. انا دخلت لبيتي وكنت مصدومه من اللي سمعت. مشيت عند اختي سميره وعاودت لها كل شيء، قلت لها انا غادي نبقى معك هذه الليله. قلت لها باللي انا سمعت شي واحد كان كيهضر مع فاطمه في البيت ديالها، وانا متاكده باللي هي كانت كتضحك مع شي واحد. وملي دخلت عندها وقلتها لها ما ثقتش بيا، قالت لي واش انا متاكده من هادشي اللي كتقول؟ قلت لها انا متاكده وسمعت هادشي بودني. قالت لي صافي دابا نعس نعس وخلينا نرتاحوا، وديك الساعه نشوفوا هاد. وصافي ملي فيقنا في الصباح كنا نسينا الموضوع، ودازت الايام وما وقعت حتى شي حاجه. دازت تقريبا شهرين على السكنه ديالنا في هذا الدار، والحمد لله. جاو جوج ديال خوت الدراري وخطبوا خواتاتي الكبارين اللي هما ريم وخديجه. وصافي بقينا في الدار غير انا وفاطمه وسميره وماما وبا. انا وفاطمه كنا عايشين في نفس الطبقه قريبه ليلي. المهم واحد النهار كانت الشتا كطيح بزاف والرعد كان كيضرب بقوه. انا خفت بزاف وما قدرتش ننعس في البيت ديالي بوحديتي، فنوضت وفتحت الباب وقلت غادي نمشي نكمل نعس مع فاطمه. وغير قربت من البيت ديالها وانا نسمع الصوت ديال الضحك والهضره بحال شي واحد كان عندها في البيت. انا شنو جالي بالي؟ قلت هادي وقيله مدخله شي واحد عندنا البيت، ربما يكون شي واحد من الدراري ديال القريه اللي حنا فيها.
هذا شي واحد كيلعب لها بعقلها. المهم جريت على الباب وفتحتها بسرعة، وكنتفاجأ باللي فاطمة واقفة قدام مرايا وكتهضر بوحديتها وما قدامها حتى شي واحد. انا بقيت غير كنشوف فيها، وقربت ليها وعطيتها واحد الطرشه بلا ما نفطن باش هي تستوعب شنو كتعمل. وانا يلاه ضربتها، ما عرفتش شي واحد مورايا عطاني واحد الدفعه حتى جابني على وجهي. ملي دورت مورايا جبرت باللي ديك القط الاسود اللي كنت شفته بزاف ديال المرات هو اللي واقف مورايا، بقى غير كيشوف فيا وانا كنشوف فيه. كان كيشوف فيا بواحد النظره مخيفه. خرج من البيت وكنجري، مشيت عند اختي سميره وقلتها لها، قلت لها ضروري تطلع معايا دابا نبيت، بغيت نوريك شي حاجه. طلعت معايا نبيت، ولكن جبرنا الباب مفتوح وفاطمه ما كايناش في البيت ديالها. بقينا زايدين شي شتيتو وحنايا كنسمعوا الضحك ما جي من برا. بقينا زايدين وطللنا برك، وهنا غادي نصدموا واحد الصدمه اللي ما عمرنا في حياتنا تخيلناها. شفنا واحد المنظر اللي ترعبنا منه بجوج بينا. شفنا باللي فاطمه كتهضر مع ديك القط، وهو كان كيهضر وكيجمع معاها فحال شي انسان طبيعيه. الهضره كانت عنده. اختي سميره ملي شافت هذاك المنظر غوتت واحد الغوته، حتى هذاك القط رد البال وعلى عينو بقى كيشوف فينا. انا بقيت كنشوف فيه ومخلوعه. شبرت في اختي سميره، جريتها وهربنا للبيت ديالي وشدينا علينا. بقينا تماك وانا كنت ترعد بالخوف، ما عرفاش شنو خصني نعمل. واش نهود نطلع اختي اللي في الزنقه بوحديتها، اولا نبقاو مخبعين عندك توقع لنا شي حاجه، ولا اختي اللي تخلعت قدامي. ما عرفتش شنو التصرف الصحيح اللي كان عليا نعمل في هذيك اللحظه. حتى واحد اللحظه وانا نسمع فحال شي واحد في الدروج طالع. بديت كنطلل من تحت الباب باش يبان لي شكون اللي طالع، وكيبان لي باللي فاطمه اختي هي اللي طالعه من البيت ديالها. انا غير شفتها قربت فتحت الباب ديالي وخرج كنجري عندها. شبرته وبقيت كنحاول هيدا كنحركها وكنقول لها دخلت عليك بالله قول لي شنو واقع، واش هنا كتشوفني، واش كتسمعني. عرفت باللي فاطمه ما كتستوعب والو من هاد الشي، وهي ماشيه وفحال لي ناعسه. المهم دخلت نبيت ديالها وشبرت بلاصه ونعست فحال لي ما واقع حتى شي حاجه. انا وليت نبيت ونعست قدام سميره، كنت كنتسنى غير فوقاش يصبح الصباح. وغير صباح الصباح مشيت كنجري عندها نبيت ديالها. قلت لها غادي نحلفك بالله قول لي الحقيقه، البارح شني وقع شني وقع شني وقع. قلت لا، واش من نهار اللي جينا نهار الدار ما حسيتي حتى بشي حاجه غريبه كتوقع لك؟ وهادشي هذا اللي كيوقع لك كيتكرر بزاف ديال المرات، وانا كل مره كنقولها لك وما كتثقش بيا. انا بعد عن نفسي وقعوا لي بزاف د الحاجات غرابين في هذا الدار. بقات كتشوف فيا وحسيت باللي فحال الهضره ديالي ما عجبتهاش وبقى فيها الحال. وقالت لي ممكن يكون المشكل فيك تينا ماشي فيا. حنيت راسي وقلت لها ممكن. صافي وخرج في حالي من. مشيت عند سميره وقلت لها بلي انا غادي نعاود نبا كل شيء، وغادي نقول له هادشي هذا اللي وقع في هاد الفتره هذه كامله لفاطمه. قالت لي لا ايه، ما تقول له حتى شي حاجه، تينا كتشوف با شني داز عليه في هاد الفتره هذه كامله. ودابا اذا قلتي له شي حاجه غادي تشطل له بالو علينا، وغادي نسبوا له في مشكل، وغادي يبقى يفتش على دار وحده اخرى وبحال هاد المشاكل هذه. قالت لي حنا اللي غادي نحلوا المشكل، اصلا هذاك القط الاسود هو السبب في هادشي هذا كامل، ضروري نعرفوا شنو القصه ديالو. بقينا كنفتشوا في الدار كامله عليه وحاولنا اننا نجبروه. قلت له بلاتي يلا نمشيو لهذيك البيت اللي كان اول مره خرج من الطواليت ديالو، اعزكم الله. مشينا ولكن ما جبرنا حتى شي حاجه. المهم حنا باقي كنفتشوا في الدار حتى واحد اللحظه وحنا نسمعوا فحال بكي ديال شي عيل صغيور كيبكي، وبقينا كنتبعوا هذاك المصدر الصوت ولكن ما جبرنا حتى شي حاجه. بقينا ماشيين مور الصوت حتى واحد اللحظه ويا اختي خرجت عينها وخافت. قالت لي شوف قدامك. ملي شفت جبرنا ديك القط واقف قدامنا وكيشوف فينا بنظرات غريبه، وبقى ماشي وخلانا موراه. حنا قلنا غادي نتبعوه ونشوفوا فين غادي يمشي. ملي وصلنا واحد البلاصه ماشي بعيده على الدار بزاف بقى كيحفر. ملي بقى كيحفر حنايا شي حاجه صارت الانتباه ديالنا، قلنا غادي نمشيو لهاديك البلاصه اللي كان كيحفر فيها ونعرفوا شنو كاينه تما.
ولكن خفنا بزاف وقلت لها يلا رجعوا فحالنا للدار. وفي الصباح ديك الساعات كنشوف شنو كاين، وحنا باقي داخلين للدار وطالعين في الدرج وبقينا كنسمعوا واحد الصوت. ديك الصوت كان كيهضر شي حاجات بحال مخربقين ما فهمنا منه والو، ولكن ملي بقينا كندقوا في الصوت عرفنا باللي هذاك الصوت كيقولنا باللي نتوما ساكنين فوق مقبره جماعيه، خويو هاد الدار اليوم قبل غدا. ما فهمنا والو، دخلنا نبيت وشدينا علينا وحنا غادي نموتوا بالخوف. في الصباح قلنا كلشي نبا داكشي اللي وقع لنا كامل. ومشى تما وجاب جدو وجابوا حتى الناس ديال الدوار اولا الناس ديال المنطقه وقالوا لهم كلشي. وديك الساعه بداو كيحفروا، ملي بداو كيحفروا فعلا جبروا واحد العدد كبير ديال العظمين ديال الاطفال، والاطفال بين ان السن ديالهم ما بين 5 سنين و12 عام. صافي الناس ديال المنطقه كاملين تعاونوا معنا باش نبدلوا هذا الدار في اسرع وقت ممكن، وجبروا لنا واحد الدار اخرى ومشينا نسكنوا فيها. وصافي حاولنا نساو الموضوع حتى واحد النهار لاحظت ان اختي كانت حزينه بزاف بزاف، وكنا هوادين في الدروج وسمعتها بلي هي كتبكي. حتى سميره كانت معايا وسمعاتها، قالت لي غادي ندخل عندها نشوفها مالك. قلت لها لا غير خليها حتى نغدا وديك الساعه نقولوا لها بلي حنا سمعناها كتبكي ونسقسيوها علاش. لا غدا في الصباح دخلنا عندها وقلت لها بالله عليك قولي غير شنو وقع لك، واش ما سخيتيشي بالدار ولا شي حاجه اخرى اللي عندك، حيتاش انا البارح سمعتك كنتي كتبكي. قالت لي بما انك سمعتيني وانا كنبكي غادي نقول لك كل شيء. قالت لي ملي كنا في هذيك الدار واحد النهار انا كنت ماشيه للحمام وسمعت الصوت ديال شي عايل صغيور كيبكي، وبقيت تابعه هذاك الصوت باش نعرفوا منين ما جي. وبقيت ماشيه خرجت برا الدار شويه وكيبان لي واحد العايل صغيور جالس وكيبكي، ولكن كان عاطيني بالظهر. وملي قربت عنده شويه ما بقاش كيبان لي، وخرج لي في عوطو واحد القط كحل، وهذاك القط اللي كنا كنشوفه في الدار، وبقى كيهضر معايا وقال لي باللي هو الطفل الوحيد اللي نجا من هذيك الحريق اللي كان وقع في هذيك الدار، واما باقي الناس كاملين كانوا ماتوا. وهو من 90 سنه وهو محبوس في الحمام حتى فتحت له انا الباب. وهنا قال لي رجعتي عزيزه عليا بزاف وتعلق بيا، وحتى انا ولا عزيز عليا بزاف وبقيت كنخاف عليه. ملي شفت في اختي سميره جبرتها كتبكي من قلبها، بقات فيها وفي نفس الوقت خافت عليها اختها بزاف. المهم قررنا اننا غادي نحاولوا نخرجوها من هذه العزله اللي هي فيها، والحل الوحيد هو اننا نسيوها في هادشي اللي وقع لها. كل نهار كنا كنطلعوا عندها وكنبقاو جالسين معاها اولا كنخرجوا مجموعين حدا الدار وكنبقاو جالسين مع بعضياتنا. المهم اهم حاجه هو اننا ما نخليوهاش بوحديتها. حتى واحد النهار فقت وجبرت باللي ماما كانت مشغوله بزاف وكتوجد كتصياق وكتخمل ومشغوله بزاف. قلت لها شنو واقع كتمل هادشي هذا كامل على الصباح بكري؟ قالت لي راه غادي يجيو عندنا الخطاب يخطبوا في اختك فاطمه. قلت لها شمن خطاب وكيفاش هاد الخطاب غادي يجيو ومن فوقاش واش قالوها لك؟ بديت غير كنسقسيها. قلت لها انا ما عارفه حتى شي حاجه. قالت لي راه داكشي جا فجاه وبالزربه، وهذا اللي غادي يجي خطبه راه ما كيسكنش هنايا، اما جي مزروب بزاف على داكشي حنايا كنعجلوا بالموضوع. قلت له صافي الله يكمل بالخير. المهم في العشيه جا، والمشكل انه جا بوحديتو ما معاه حتى شي واحد وما معاه حتى شي عائله. قلت له ماما شفتي الراجل جا بوحديتو ما معاه حتى شي واحد واش هادشي عادي؟ قالت انا عارفه هو قال ما عنده حتى شي واحد من العائله ديالو كاملين ماتوا، ولكن هو قالنا بزاف د الحاجات على حياته وباللي هو كيسكن بلاصه فلانيه وفلانيه وعطات لي التفاصيل اللي قال لك كاملين. الصراحه انا ملي شفته كان مزيون بزاف، آية من الجمال آية من الجمال. قلت سبحان الله فاطمة شحال د الزهر عندها، فين شافها وفين عرفاتو وكيفاش باش جاي يخطبها هي. بديت كنسقسي راسي بزاف د الحاجات، ولكن صافي في الاخر سكت. المهم دازت عيشي 3 ايام 4 ايام كانوا صافي سالاو الاجراءات ديال كلشي وجمعت حويجاتها ومشات مع راجلها. با وماما ما خلاو فين فتشوا عليها وما جبرولاش الاثر، تقول لك الارض شقته بالعاته وكأن هذاك اللي داها جن ماشي انس. والصراحه انا شاكه بزاف ان هذاك القط الاسود كان عنده يد في هادشي اللي وقع لاختي، ولكن ما عندي حتى شي دليل باش نهضر، وباقين كنتسناو يجي شي نهار ونشوفوها. القصه ديالنا سالت. شكرا اللي بقاو كيسمعوني حتى دابا. قولوا لي الراي ديالكم في القصه، واش كان خصهم يفتشوا ويعرفوا شكون هذاك الراجل قبل ما يعطي وقتي ولا هما ما غلطوش؟